مؤسسة مغلقة حساسة جدا جدا جدا. الشعب فهمنا ايه المزيان زاد فيها يعني يغيبوها في الشتاء. خليها. هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ هتخوفوني ولا ايه؟ لا لا لا، انا اعمل واعمل واعمل. مفيش اي خلاف بيني وبين الدوله، بالعكس ده انا علاقتي بالدوله علاقه يعني زي الفل. والحقه ده بيعمل قصور طبعا. انا يلا يا جت عليك انت، يلا يا شيخ احمد. ببني في العاصمه دوله لا مؤاخذه الدنيا كلها هتتفرج عليه. امال ايه؟ فوزي انت تاخد بعضك وتمشي دلوقتي حالا. وجوز خالته صحي؟ بقول لك امشي دلوقتي قبل ما تحصل مشكله. هي مصر شويه ولا ايه؟ تتكلم جد انا بكلمكم بجد والله. انتوا فاكرين مصر شويه يعني ولا حاجه؟ تتكلم جد والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. انا بعمل مدينه فنون وثقافه هي الاكبر في العالم. في العاصمه وفي العالمين. ما عندك علاش تلومني ولا تلوم خوك قمر، وهنا بغيتك تفهمني وتذوقني مزيان. بقى النهارده يبقى الاصول اللي موجوده في مصر بتاعت محمد علي وبس وبس وبس. وزميل زميل ويقول لك وزميل الحقوا فلوس الشعب وقناه السويس والكلام ما يسالنا لا الكبير ولا الصغير. الصغير اللي بيتقال. لا يا جماعه لا، مصر بلد كبيره قوي. كبيره بيكو وتستحق انها تتعامل على انها كبيره. مجرد ما يفتحوا لنا الحدود، لما نيجي نفتتح ان شاء الله السنه الجايه يفتحوا لنا الحدود، يفتحوا لنا الحدود، يفتحوا لنا الحدود، يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر. جزء فلسطين، جزء فلسطين، جزء فلسطين. ليه؟ لاسباب كتير جدا جدا، منها اهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. ان لديها جيش هو الاقوى في المنطقه ديت. ايه المزيان